لا تتوقف، لا تستسلم، لا تفقد الثقة بنفسك. أنت قادر على تحقيق أشياء عظيمة. أنت قوي ومثابر وتطمح للأفضل. لديك القدرة للتغلب على أي عقبة والوصول إلى أهدافك. من السهل الوقوع في فخ الأفكار السلبية التي تصاحبها نكسات وإخفاقات. من السهل ترك المشاعر الحزينة تسيطر على حاضرنا وبالتالي على مستقبلنا. لكن من المهم أن تتذكر أن تلك اللحظات مؤقتة ولن تستمر للأبد. إنهم لا يعرفونك. لا أحد يعرف حقا من أنت. كيف وصلت إلى هذه المرحلة في الحياة؟ ما نوع الاختبارات النفسية التي تجاوزتها؟ العراقيل التي حطمتها لتصنع من نفسك محاربا؟ أنت الوحيد الذي تعرف قيمة ذاتك، فلا تدع أحدا يحدد لك مصيرك. ركز على التقدم الذي أحرزته حتى الآن. تذكر كل الأوقات التي مررت فيها بمواقف صعبة وحققت من خلالها النجاح، رغم أن كل الظروف لم تكن لصالحك بل كانت تحاول إحباطك، وأنت بإصرارك أثبتت أنك جدير بالنصر. لقد أثبتت لنفسك بالفعل أنه يمكنك القيام بالمستحيل، لأنه لا يوجد شيء مستحيل ما دمت على إيمان بالله وبقدراتك. عندما تشعر بالرغبة في الاستسلام، ذكر نفسك لماذا بدأت. تذكر الهدف النهائي، سبب قيامك بكل هذا العمل الشاق. تذكر أن الأمر يستحق ذلك. إنها أصبحت مسؤولية الآن لتكمل التقدم، بل أصبح واجب تجاه نفسك لتكمل طريقك وما بدأته، وتثبت أن لديك القدرة على تحقيق طموحاتك. ربما تكون البداية صعبة، لكن لا تدع الخوف يعيقك. لا تدع آراء الآخرين أو شكوكهم تملي أفعالك. ثق بنفسك وبقدراتك. أنت قادر على تحقيق أشياء عظيمة. خذ خطوات صغيرة. اعمل على زيادة إنتاجيتك بمرور الأيام. احتفل بتقدمك مهما بدا صغيرا، ولا تستسلم أبدا. أنت قوي ومقدر لك أن تكون عظيما. استغل فرصتك ولا تدعها تفلت من بين أصابعك. استمر في المضي قدما، ولا تتوقف حتى تصل إلى أحلامك وتجعل كل ما يجول في دماغك حقيقة. لقد مررت بما هو أمر من هذه اللحظة. لقد مررت عبر الجحيم للوصول لهذه المرحلة. لا تدع هذه التضحيات كلها بلا مغزى أو بلا جدوى. من هنا فصاعدا أنت بطل قصتك.